جريده سنه 90 في شهر مش عارف ايه، ببقى في مجهود. لكن هي سهلت عليا المهمه في ان انا لو عايز ارجع للاعمال اللي قدمت على مسرح دار الاوبرا من الفتره الى الفتره، فهلاقيها في الكتاب ده. وخصوصا ان هي يعني على معرفتي منها ان ده الجزء الاول وناويه تكمل بعد كده. ارجع لسؤال حضرتك اللي هو هل في توثيق للصوره او للعمل المرئي او العمل المسموع زي مثلا اوبرا او زي باليه وزي اعمال اوركسترا؟ للحقيقه في الحقيقه اعمال موسيقيه ممكن تبقى موجوده في شكل توثيق من خلال الرسائل العلميه، ماجستير ودكتوراه، وعروض الباليه نفس الحكايه، وعروض الاوبرا كلهم في تخصصه يعني. انما هل ده موثق في كتب خاصه بالاعمال دي؟ للاسف لا. خلينا صراحه، التوثيق بيبقى من خلال مثلا عرض باليه هو متصور على شريط فيديو او على سي دي وموجود في المكتبه بتاعت الاوبرا، فده توثيق بس من خلال الشريط. لكن هل في حد عمل عمليه توثيق للصوره؟ كان الاستاذ شريف سنبل كان عمل عددين او ثلاثه، كان عباره عن مجلد كده، كان شكله شيك، مجمع فيه صور العروض كصور، صور للعروض اللي قدمت على مسرح دار الاوبرا، سواء فرق محليه او عالميه، صور بس. وكان بيكتفي بان هو يكتب تحت الصوره اسم العرض وتاريخه. ده تقريبا الحاجه الوحيده اللي متوثقه بشكل صوره يعني. كل واحد لازم يعمل حاجه لبلده، مش عشان خاطر ليه نفسه، لا، لبلده وللفن، ونرتقي. نفسي نرتقي. يعني احنا النهارده في الشارع فوضى. لو كان في موسيقى وفي الاحتفالات، يعني انا لسه الدكتور حسن شراره جاي من روما اول امبارح، عمل حفلات انا عشت في ايطاليا 14 سنه ورحت روسيا ولفيت العالم كله. في موسيقى دايما في الميادين، والناس بتقبل على هذا عشان خاطر يعني الموسيقى طبعا هي ده غذاء روحي، وفي نفس الوقت بتهذب الانسان. فنفسي ان برضه يبقى عندنا حاجة. انا بفكر النهارده، كلمت النهارده المايسترو حسن فكري في النقابه، قلت له انا مستعد اعمل حفله الربيع على النطاق الخاصه، اي حتى لو في الشارع. مصطفى امين قال الكلام ده، قال لي يا جابر انزل على الشارع وغني. نفسي اعمل حاجه فعلا في الميادين، بس هيبقى في انضباط ولا هيبقى برضه القلق اللي احنا عايشين فيه دوت؟ ما احنا برضه في حاله صعبه جدا الحقيقه، والسيسي بيحاول يعمل حاجه، بيحاول. النهارده الدولار ده فضيحه، ما فيش سياحه، الجنيه بتاعنا نزل. يعني هو ده اللي احنا برضه بندور عليه، على اساس نعمل حاجه لمصر، نخلي الراجل الغلبان اللي بيروح يشتري ازازه الزيت ما اعرفش كانت بكام وبقت بكام، اللي بيجيب الطبق مش هنتكلم في النقطه دي، احنا عايزين نتكلم عن الثقافه. الثقافه عموما دي مطلوبه من اي شخص، من اي واحد يقدر يعمل حاجه ويقدمها للشعب الجميل ده. الشعب المصري على فكره رائع، وبلدنا اجمل بلد في العالم. احنا عارفين ان الحركه الفنيه كان بيقودها في مصر الاستاذ حسين فوزي، ومن بعده الاستاذ مدحت عاصم. هم كانوا يمكن بيشغلوا الميديا المسموعه اللي هي في الراديو بالتحديد، لكن ما كانش فيه. وكان الاستاذ حسين فوزي بيكتب مقالات في الاهرام عن الموسيقى، كان في عبد الفتاح البارودي. لكن الحقيقه الاستاذه كريمان حرس عملت حاجه جديده. اولا هي دارسه في عندنا في اكاديميه الفنون في معهد النقد الفني، حاصله على ماجستير، فمتخصصه، هي كاتبه صحفيه متخصصه
ويعني نادرا ما بنلاقي الكاتب الصحفي المتخصص اللي بيتابع. فهي عملت حركه يعني نقدر نقول متابعه فنيه جديده لاول مره. كل اسبوع تقريبا بتتابع الفنانين وبتكتب بشكل سلس ورشيق يقدر يوصل للكاتب العادي، يعني القارئ العادي. ودي حاجه مهمه جدا، ان هذا الفن الجاد دايما الناس بتقول ان هو فن للنخبه، هو في الحقيقه لا، هو مش فن للنخبه، لا هو فن لكل الناس، بس احنا نحاول نلتقي بالناس دي. فهي تعتبر اول واحده تقدر ان هي توصل كلمتها في جريده جميله زي جريده المساء اليوميه، توصل كلمتها للجمهور العادي. وده كان دور مهم جدا جدا. هي الحقيقه اول مره تعتبر هي اللي ابدعت هذا الاسلوب في الكتابه وانها توصله للقارئ العادي. استاذه كريمان زميلتنا احنا بنحتفي بيها النهارده كزملائها في القسم الفني، وان شاء الله يعني هيصعد على المنصه اصغر صحفيه وهي الزميله هدى سعيد، وهيصعد اكبر صحفي في القسم الفني وهو شيخ النقاد الصحفيين استاذ احمد السلامي علشان يكرمها وهيهديها هديه التكريم الكاتب الصحفي الكبير استاذ يحيى قلاش نقيب الصحفيين. عاوز اقول انه هي بتنتمي الى هذا القسم وبتتابع مسيره عملها الصحفي لاكثر من 25 سنه. كان ليها اسهامات الحقيقه كثيره جدا في تغطيه الانشطه الفنيه المختلفه، وعاوز اقول كمان انه خلفت بصمه انسانيه ورفيعه المستوى عن يعني مسيرتها وبين زملائها، كما انه ليها بعض او مجموعه من التلامذه بيدينوا ليها بالفضل وبيعترفوا ليها بالجمال. الكتاب الحقيقه عباره عن زي ما قلت حضرتك عينات من اللي انا كتبته، يعني مختارات من مقالاتي، بس انا عاملاها بتسلسل تاريخي. يعني المقالات بادئه عندي من سنه 88 من قبل ما الاوبرا تتفتح، من سنه 88 وبعدها كل مقاله، وبعدين حتى بدي تبرير للقارئ في نهايه الكتاب، يقول لي انا المقاله دي اخترتها ليه؟ وبتفيدك في ايه؟ وايه فايدتها؟ وطبعا المقال مقال نقدي موضوعي، انا كل مقال من ده كنت يعني المقال بيعتبر بحث بالنسبه لي، فبقعد ابحث فيه عشان اقدر اكتبه. فالمقالات ده قيمه الكتاب بس ان هو اول كتاب في النقد الموسيقي في الصحافه اليوميه عن نقد الموسيقى في مصر. يعني اي كتب مثلا كانوا يكتبوا عن مؤلف مثلا معين، يجي واحد يحضر حفله يقوم كاتب عليها، لكن مفيش متابعه صحفيه. انا كمان شيء مهم قوي كان في الكتاب ده هنلاحظه اللغه اللي بتتكتب بيها، ازاي اكتب لغه لقارئ، وخاصه كنت بكتب في جريده المسا، يعني قارئ المسا ده قارئ بيشتري المسا عشان يقرا الكوره والحاجات دي، فازاي ان انا اجذب القارئ ده، وازاي ان انا اقول له حاجات مبسطه. في الوقت ده كمان انا في الثمانينات كان صعب قوي لان ما كانش فيه مصطلحات موسيقيه موجوده، ما كانش فيه معجم موسيقي، ما كانش فيه انترنت. قد ايه عانيت وبقينا نروح المكتبات زي احمد المصري والكلام ده كله، علشان اقدر ان انا اتابع وازاي ان انا اترجم المصطلح الاجنبي ده واجيبه ويفهموا القارئ. دي كانت مهمه الحقيقه قاسيه جدا، مش هتقابل الحقيقه الجيل الجديد، لان الجيل الجديد دلوقتي المصطلحات دي موجوده سواء انا جبتها او غيري، في معجم موسيقي، في انترنت بيدي معلومه. احنا سواء من داخل الاكاديميه او في الاوبرا، ده المفروض يتم ازاي؟ يتم زي مثلا تجربه الاستاذه كريمان تكمل وتتكرر. بالنسبه ممكن هي واخده مقالات متنوعه، ممكن يبقى في نوع تاني من التوثيق بيبقى خاص مثلا بعروض الباليه، نوع اخر مخصوص لعروض الاوبرا، ده على مستوى الاوبرا. طب على مستوى الاكاديميه بيبقى من خلال الرسائل العلميه اللي بتتناول عروض بعينها ويتم من خلالها او يتم عليها رسائل. يعني ان انا اخد عمل قدم على مسرح الاوبرا واعمل له دراسه واقدمه بشكل بحث علمي. ده بيتطلب ان يبقى طول الوقت يبقى فيه
بروتوكول كده او تعاون معلن او غير معلن، هو المفروض بين الاكاديميه وبين الاوبرا، والمفروض ان وزاره الثقافه كلها بقطاعاتها المختلفه يبقى في خط كل القطاعات ماشيه في نفس الخطوط ده بشكل متوازي عشان يخدموا على بعض. انا اسف ان انا اقول لك ده ما بيحصلش، انا اسف. كل قطاع بيبقى حاطط سياسه خاصه بيه وبينطلق بيها. مفيش مانع ان يبقى كل قطاع في وزاره الثقافه عنده خطته او عنده سياسته او عنده فكره الخاص بيه، ولكن لازم كل قطاع يبقى مراعي ان هو ما يبقاش فيه انفصال تام زي اللي حاصل بين القطاعات وبعضها. طب هيجي منين ان نبقى احنا عارفين ان الحركه الثقافيه والفنيه في مصر ماشيه في اتجاه واحد؟ مش هيتم الا بالاسلوب اللي انا بقول عليه. الفئات اللي ممكن تستفيد بالكتاب بالاضافه طبعا الى النخبه الشباب، لان طبعا الشباب هم دول المعنيين بمستقبل مصر. الشباب حتى المبكر في المدارس هي كمان يمكن ركزت في اكثر من مقال وفي اكثر من مناسبه على التعليم الموسيقي في المدارس، لان التعليم الموسيقي في المدارس هو الحقيقه هيخلق قاعده ثقافيه عند الشباب، وبالتالي انت هتقدر تعمل تفرخ اجيال جديده من الناس المثقفين اللي يقدروا يتذوقوا الموسيقى، ويبتدي الحركه الفنيه تزدهر وتنتعش.